النهارده مصر كلها صحت على خبر انتقال محمد صلاح، بس مش للدوري السعودي ولا لاتلتيكو مدريد ولا حتى للدوري الايطالي، لكن لطرابزون سبور التركي. صفقه هزت الوسط الكروي وخلت ملايين الجماهير تتساءل ازاي واحد من اعظم لاعبي العالم انتهى بالمطاف هنا، وايه اللي حصل خلف الكواليس خلى القصه دي تنتهي. فلو حابب تعرف ازاي ده حصل وايه اللي خلى صلاح يختار الوجهه دي، فالفيديو ده ليك. بعد 9 سنين من المجد مع ليفربول، محمد صلاح بيبدأ فصل جديد في مسيرته، لكن في قرار مليان مفاجآت وهو انتقاله إلى طرابزون سبور التركي. فليه صلاح اختار طرابزون سبور بالتحديد؟ وإيه التحديات اللي هتواجهه مع الفريق ده؟ وأهم سؤال هو هل ده أصلا كان القرار الأفضل ولا كان ممكن يختار قرار أفضل من كده؟ لكن خليني أقول لك في الأول إن نادي طرابزون سبور صحيح هو مش فنربخشة ومش جالاتا سراي ومش بشكتاش حتى، لكنه نادي جاي بقوة على صعيد الدوري التركي. وده هتبقى إجابة للناس اللي شايفة إن صلاح خطأ كبير جدا لما رفض انه يروح بشكتاش، مع ان عرض طرابزون افضل بكتير من عرض بشكتاش. وخلي بالك بشكتاش ده رابع الدوري، طرابزون سبور ثالث الدوري، وده بمقاييس دوري الموسم اللي فات. وكمان طرابزون سبور قدر يحقق بطولة الكاس، هو حامل اللقب في بطولة الكاس. هتقول لي بس بشكتاش تاريخيا افضل بكتير، هقول لك طبعا ومعاك حق في النقطة دي، ولكن يا صديقي انت فايتاك تفصيلة مهمة جدا. اولا كده طرابزون سبور بقاله كذا سنة بيطلع وطلع حلو قوي وبيتقدم بشكل قوي جدا في الدوري التركي. ثانيا هو نادي جماهيري وليه جماهير كتير جدا، وده لانه النادي الوحيد في المدينه، وبالتالي هو ليه حصه جماهيريه كبيره جدا. تاني حاجه النادي ده حقق الدوري 7 مرات قبل كده، فبالتالي هو مش نادي ضعيف ابدا. وكمان زي ما بقول لك هو حامل لقب الكاس وهيلعب في الدوري الاوروبي زي بشكتاش. تاريخيا بشكتاش اقوى، لكن بشكتاش بينزل، لكن النادي ده بيتدرج في الصعود. وبالتالي هي عامله بالظبط زي ما انا اقول لك. انت ايه رايك لو هتروح تلعب في سيراميكا ولا الاسماعيلي؟ بدون شك دلوقتي انت هتختار سيراميكا، رغم انه تاريخيا لا يقارن بنادي الاسماعيلي. تاني نقطه وهي تفاصيل العرض بتاع طرابزون كان افضل بكتير. اولا كده صلاح هيتقاضى 17 مليون يورو سنويا زائد 5 مليون اضافات، ده حسب ادائه في الملعب، وده يا صديقي صافي من الضرائب، وده رقم كبير جدا حقيقي. وعشان تعرف قد ايه العرض ده ضخم جدا، فصلاح اعلى عقد خده مع ليفربول كان 19 مليون استرليني سنويا، لكن مش صافي من الضرائب، والضرائب في انجلترا كانت بتتخطى ال 40%، فتخيل حوالي نص المبلغ بيروح اصلا ضرائب. فصلاح لا واخد عقد كبير جدا. كمان صلاح واخد اضافات بشكل كبير، موسمين وقابلين للتجديد في موسم ثالث حسب ادائه في الملعب. 20% من ارباح المبيعات، ويمكن ده التفصيل اللي فضلته عن عرض بشكتاش. عرض بشكتاش كان 15 مليون يورو في الموسم و4 مليون اضافات، ولكن 10% من المبيعات بتاعه القميص بتاعه، فبالتالي صلاح فضل عرض طرابزون سبور. كمان العموله بتاعه وكيل اعماله اللي هو رامي عباس. هتقول لي طب ليه صلاح ما فضلش انه يروح الدوري السعودي او الدوري الامريكي؟ خليني اقول لك الموضوع مش بس فلوس. صحيح صلاح خرجت بعض التقارير بتقول ان صلاح رفض يروح السعوديه عشان هو عايز راتب زي ساديو ماني مثلا مع النصر، لكن الحقيقه اللي انا شايفها من وجهه نظري ان اسره صلاح كانت مايله قوي لتركيا. واضح جدا ان هم كانوا عايزين تركيا وكانوا محددين وجهتهم بشكل كبير، وصلاح اختار راحه الاسره بتاعته. ممكن يجي في بالك طب ليه صلاح ما راحش اتلتيكو مدريد؟ ما ظهرت بعض التقارير اللي اكدت ان اتلتيكو مدريد بيتفاوض مع محمد صلاح. هقول لك اولا الراتب كان عائق كبير جدا عند محمد صلاح. تاني حاجه يا صديقي صلاح واضح جدا انه عايز يبعد خالص عن الضغوط، وده اللي خلاه يفضل تركيا عن السعوديه وعن حتى ايطاليا او حتى اتلتيكو مدريد. وتوقع الشخص ان صلاح بيعمل كده عشان منتخب مصر. ايوه زي ما سمعت، ما تتخضش، صلاح فعلا واضح جدا انه بيفكر في بطوله افريقيا. لو سالت صلاح فهو ده الحاجه الوحيده اللي فعلا واقعيا يقدر يحققها، وفي نفس الوقت هو لسه ما حققهاش. لكن البالون دور خلاص الموضوع بقى صعب جدا وشبه مستحيل ان صلاح ياخدها تاني، ده الموضوع انتهى. لكن افريقيا لا، هو في فرصه كبيره ان انت تاخدها سواء في 2027 او حتى في 2028 البطوله اللي بعدها. فواضح ان صلاح عايز يريح عضلات جسمه، عايز يريح نفسه خالص من الضغوط عشان يقدر يكون متواجد ذهنيا وبدنيا كويس جدا مع منتخب مصر في بطولات افريقيا ان شاء الله. وطبعا صلاح مستحيل يرجع يلعب في الدوري الانجليزي تاني بعد الارث اللي عمله مع نادي ليفربول. فالموضوع كان واضح جدا وصريح ان ده افضل عرض متواجد لمحمد صلاح. طبعا من وجهه نظره ممكن يكون لحضرتك وجهه نظر تانية، لكن انا بوضح لك ابرز التفاصيل اللي ظهرت اللي خليك تتوقع هو ليه صلاح اختار الفريق ده. طيب هل في فعلا تحديات ممكن تواجه صلاح مع فريقه الجديد؟ الحقيقه يا صديقي الفريق ده اكتر فريق جماهيره مجنونه بالنادي ده، لان ده زي ما قلنا جماهير المدينه، وبالتالي هم بيبقوا مهتمين جدا بالفريق ده وبيكون عليه بعض الضغوط الجماهيريه. صحيح ده صعب يحصل مع صلاح في ظل اللي احنا شفناه، الاستقبال المرعب والجماهيري المرعب من جماهير طرابزون سبور لمحمد صلاح، حاله الجنون باللاعب، حاله الانبهار وحاله الثقه الكبيره جدا. فواضح جدا لا ان هيكون في صبر طويل جدا على صلاح حتى لو ما ظهرش بشكل كويس في البدايه. لا واضح ان النادي واللعيبه وحتى الجماهير كله عنده ثقه كبيره جدا في محمد صلاح. خلينا اقول لك ان جماهير طرابزون سبور قطعت اكتر من 1000 كيلومتر عشان بس توصل للمطار وتستقبل محمد صلاح، فتخيل حاله الجنون
بمحمد صلاح عامله ازاي عندهم. فواضح كده ان حته الضغوط مش هتكون كبيره لكن يبقى النادي ده نادي جماهيري وليه جماهير مجنونه كمان. تاني حاجه هي خطه اللعب خطه لعب طرابزونسبور 4-2-3-1 بالاعتماد على مهاجم قوي جدا، مهاجم نيجيري اللي هو اوناتشو، وبالتالي ده تحدي لصلاح لان صلاح متعود يلعب كوينج مهاجم دايما، ما بيرجعش كتير، ما بيدافعش كتير، ودي من ابرز النقط اللي حصلت الخلاف ما بين صلاح وسلوت، فكره ان انا برجع ادافع. فهل في الخطه دي صلاح هيرجع يدافع ولا هيخلق له حل تاني المدرب؟ ده كله هيكون من اهم التحديات اللي هتواجه صلاح مع الفريق ده. اخر حاجه صديقي، ما اظنش ان احنا نعرف حد في الفريق ده غير اونانا حارس المرمى الكاميروني المعروف، ده يمكن هو اللاعب الوحيد اللي ظهر واللي ممكن تعرفه من الفريق ده، وبالتالي صلاح عنده تحدي كبير جدا انه يظهر بشكل قوي جدا في البدايه عشان يقدر يلفت الانظار للنادي ده وللدوري التركي عموما. اما السؤال الثالث يا صديقي وهو هل القرار ده الافضل لمحمد صلاح، فده الايام هي اللي هتجاوب عليه، واتمنى اسمع رايك في الكومنتات، شايف ده الافضل ولا كان ايه الاختيار الافضل لو انت مكان محمد صلاح. وبس كده يا صديقي، ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير للقناه، وكمان ما تنساش تتابع السلسله اللي احنا نزلناها واللي هينزل منها الفيديو الثاني قريب جدا، فخليك متابعني يا صديقي وسلام.